ده كده شكل السبيت بعد ما نقعته ونضفته بقى زي الفل معانا اهو. الدقه بتاعته بقى المقادير، حطيت عليه 5 فصوص توم تمام، وحطيت عليه ملح كميه محترمه من الملح، وحطيت عليه شطه وسنه بابريكا وكمون، حطيت عليه برده كميه محترمه، وشويه من البهارات المشكله بتاعه السمك، وتوم باودر سنه، وبصل باودر سنه. هنقع دلوقتي السبيت في قلب التتبيله لمده تقريبا ساعتين 3، ويلا بينا ارجع لكم احنا بنقليه. السبيت اهو معاكم زي ما انتم شايفين. هنعمل معاكم النهارده احلى واجمل سبيت بطريقه سهله وبسيطه، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. الدقه بتاعتنا الجميله الجباره اللي احنا قلنا عليها في الاول، هننزل عليها كده زي ما انتم شايفين. تعملي ايه من بنعفره في الدقيق كده زي ما انتم شايفين، بعد ما تنقع في التتبيله؟ بعد ما تنقع في التتبيله مده ساعتين. تمام، انتم شايفين كده نعفره. نعفره. معلش بساعد اختي عشان هي متوتره. تمام، كلمي. بعد ما نعفره في الدقيق كده زي ما انتم شايفين، كنا خد الدقيق اهو، هنحطه في قلب المصفى نشيل اي زوايد فيه، هنعمله كده. تمام. هنعمل كمان سلطة عبارة عن قوطة وجزر وفلفل وخيار وقرن شطة وبنجر طبعا لسه هنضفه، والبصل الأخضر هنعمله النهاردة بالبصل الأخضر، وهنعمل جنبه سلطة طحينة وهقول لكم بتتعمل ازاي. السبيت بعد ما طلع من الفريزر وهنقليه معاكم اهو. طاسة على النار اهي، نحطه زي ما انتم شايفين. هنقليه وارجع لكم، وما تسيبوش كتير عشان ما يطرطش في وشكم. ده شكل السبيت بعد ما قربناه على الجنب التاني، شكله جميل كده وبيتشهي. ما تسيبوش كده على النار عشان ما يشدش منه. هوريكم بعد ما ده شكل طبق السبيت، جميل وكريسبي وجميل. بشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.